هل عمرك بدأت تتمرن وحسيت بعد فترة إنك واقف في مكانك ومفيش تقدم؟ في رياضة الكاليستينكس السر مش إنك تعمل أقوى حركة في أول يوم، ولكن السر تدرج الحمل التدريجي. الكاليستينكس زي السلم، مفيش حد بينط الدرجة الأخيرة مرة واحدة، لازم تبدأها درجة درجة وخطوة خطوة عشان توصل لهدف. كتير من الناس بيبدأ يجيلها إحباط وتبطل تمرين، وده بيبقى لسببين. السبب الأول جهل المستوى البدني، بتشوف فيديو على النت تبدأ تتمرنه وهو مش مناسب ليك، بتبدأ تجرب أنواع البول وانت مش قادر تسحب البار عليك، عشان كده بتفكر انك ضعيف واستحالة انك تتطور، فبيجيلك إحباط وتبطل تمرين. وهنا لازم تعمل اختبار تحديد مستوى، بتحدد فيه قوة التحمل الرينج اوف موشن عشان تعرف مستواك وتبدأ من عنده. هسيب لك جدول تحديد المستوى بالشرح في الوصف. السبب التاني استعجال النتائج. في بداية أي حاجة بنبقى عايزين نشوف نتائج سريعة عشان نعرف إن إحنا بنتطور وبنتقدم ونكمل ولا لأ، وعشان بتبقى مستعجل بتتمرن كل حاجة في وقت واحد، وده الناتج عنه إرهاق بدني الناتج عن تمرينك كل يوم بدون راحة. هنا لازم تدي كل حاجة حقها، تمرين بول في يوم، تمرين بوش في يوم، واليوم التالت راحة، بعد كده تمرين ليج وكور، تمرين بول، تمرين بوش، تاني راحة. وفي بدايتك انت محتاج تتمرن من 3 ل 4 ايام بس في الاسبوع. خليني هنا اوضح، لو انت بتجيب 3 عدات بول اب اكيد مش هنروح على المسل اب على طول، بتبدأ تتمرن على اساسيات الحركة كويس جدا، من هاي بول اب للستريب بار ديبس للبوش ابس بعدات كتير، عشان يبقى عندك تكافؤ في القوة والحركة تعرف تجيبها بشكل كويس. التدرج مش بيجي في اسبوع ولا شهر، والتطور تراكمات صغيرة بتعملها كل يوم عشان توصل لهدفك. لو نفسك تشوف فرق في جسمك وتطورك ركز في الاستمرارية والتدرج. ابدأ من النهاردة، ومع كل تمرينة انت بتقدم خطوة لقدام عشان توصل لهدفك. يلا اشترك في القناة لو الفيديو عجبك عشان اشاركك مراحل التطور واساعدك توصل اسرع.